في الفلبين خلال الحرب العالمية الثانية كانت فتاة تبكي بكاء لا يطاق بينما كان والدها يسحبها ويوبخها على محاولتها الهرب. جرها فيرون إلى منطقة في المدينة تدعى الذهب والقمر. هناك وجدوا كوخا يقيم فيه تيغو، رجل مسن يشتري الأشياء والبشر. كان فيرون ينوي بيع ابنته سيالينا التي بالكاد تبلغ من العمر 17 عاما. كان تيغو مهتما بما يعتبره سلعة، فأمسكها بعنف من رقبتها ومرر لسانه على وجهها. كان الفعل مقززا لدرجة أن سيالينا لم تستطع التوقف عن البكاء. بعد أن تذوقها قرر شراءها وبدأ يفرض عليها القواعد التي يجب أن تتبعها، ومن بينها قاعدة الطاعة التي لا تقهر لأنها أصبحت ملكه الآن. خارج الكوخ كان هناك صبي يدعى دومين، أعمى ذو وجه مشوه. كان يطحن الأرز في حالة يرثى لها يشبه وجه العبد. بعد فترة وجيزة دخلت غرفتها وهي ببساطة الجزء السفلي من الكوخ، ولأن المسكن مصنوع من سيقان الخيزران يمكنها سماع القواعد المرعبة التي يفرضها تيغو على سيالينا، مما تسبب في غليان دمها من العجز الجنسي. بعد إتمام عملية شراء أعطى تيغو فيرون بعض الأوراق النقدية. بهذه الأموال سدد فيرون دينا وشرب حتى الثمالة احتفالا. وبينما كان الرجل يشرب حتى الثمالة بدأت سيالينا تعاني الإساءة. أول شيء هو أن تيغو أجبرها على خلع ملابسها والاستحمام أمامه. كان الوضع مرعبا بالنسبة للشابة التي لا تستطيع التوقف عن البكاء. مع حلول الليل طلب منها تيغو أن تصنع فيديو تيك توك مثيرا للإشمئزاز، ولكن عندما قاومت ضربها وأساء معاملتها. في الليلة نفسها بينما كان الرجل نائما هربت إلى الغابة للعودة إلى منزل والدها. هناك وجدت فيرون نائما ثملا فحاولت يائسة إيقاظه. عندما نجحت طردها والدها من المنزل. لم تجد سيالينا مكانا آخر تذهب إليه فعادت إلى كوخ مشتريها. خارج المنزل رأت دومين. لم تكن تعرفه لكنها سمعت شائعات من القرويين بأن تيغو قد تبناه. الآن بالنظر إليه بدا أشبه بعبد. سألته إن كان عبدا لكنه لم يجب. دخلت سيالينا الكوخ بلا أي انفعال واستلقت بجانب سرير مشتريها الذي تظاهر بالنوم. شعر تيغو بالانتصار عندما رأى أنها لا تجد مكانا آخر تذهب إليه. عند الفجر ضرب تيغو دومين لسماحه لبعض الدجاج بالهروب من القن. اعتقدت سيالينا أن الضرب مبالغ فيه لكنها لم تفعل شيئا خوفا من التالي. بمجرد أن هدأ غضب الرجل قدمت له الفطور الذي أعدته وتجرأت بحذر على إطعام دومين تحت أنظار تيغو الساهرة. في تلك اللحظة ناولت سيالينا دومين الطبق ثم جلست على الطاولة، حيث اضطرت للأسف إلى تحمل رغبة تيغو في تناول الطعام بالقرب منها. قائمة اليوم عذاب نفسي مصحوب بنفور. عند الغسق يطلب من سيالينا ودومينج القيام بالأعمال المنزلية فيعتنيان بحديقة خضروات صغيرة أمام الكوخ. يخبر دومينج الشابة بتكتم أنه ليس ابن تيغو البيولوجي ولا بالتبني. الحقيقة هي أن والديه باعاه عندما كان في 7 من عمره لسداد الديون. أما فغو فيعمل في مكتبه الصغير. ورغم أنه يعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر إلا أنه خدع الكثيرين بشراء المجوهرات بأسعار زهيدة بحجة أنها رديئة الجودة، ثم يصهرها ليصنع منها أقراصا ذهبية صغيرة. بمجرد أن يصبح الذهب جاهزا يحفظه في خزنة حيث يحفظ أمواله. بمرور الوقت تقضي سيالينا أيامها في تلبية احتياجات تيغو، وبالطبع فإن وتيرة ذهابهما إلى الفراش ثابتة. ومع ذلك ازدادت برودة سيالينا وربما بدأت تستمتع بذلك. هذا التغيير واضح جدا لدرجة أن تيغو بدأ يتحدث معها أكثر ويسأل عن رأيها في مواضيع مختلفة. في إحدى المرات عندما كان معا في الفناء سألته عما إذا كان يراها حقا كسلعة على الرغم من قضاء الكثير من الوقت معا. ترك السؤال تيغو متأملا لكنه لم يكن لديه فرصة للإجابة لأن سيالينا ألقت بنفسها على شفتيه لتقبيله بجنون. فورا أصبح تيغو متحمسا لشعور الرغبة، لذلك ترك نفسه وذهب وتظاهروا بإنشاء تيك توك في منتصف الفناء. والمثير للدهشة أن اللحظة قاطعتها طائرة تمر فوقهم وتسقط مئات الأوراق التي تبلغ عن الغزو الياباني للفلبين، وتطلب من المدينة أن تكون في حالة تأهب لتعبئة محتملة. عندما انتهت من قراءة الصحيفة سقط عليهم مطرا غزير مما جعلهم يستعيدون صفاءهم ويواصلون القبلات العاطفية. بمرور الأيام
أعطى تيغو سيالين قلادة ونامت بجانبها في السرير. وبعد مرور شهر يعودان كلاهما إلى المدينة بعد الخروج لشراء شيء ما لسيلينا التي تبدو أفضل في الملابس الجديدة التي تتناسب معها. مع تيغو في طريق العودة توقفا عند كوخ يبيعان فيه الخمور حيث التقاه والد سيالينا. انبهر فيرون بالتغيير الذي طرأ على الزوجين لدرجة أنه لم يستطع أن يرفع عينيه عن سيالينا. ثم أخبر ثغو أنها تغيرت إذ أصبحت تتصرف بحزن. من الواضح أن هذا بسبب سيالينا رغم أن أحدا لم يذكر شيئا. بعد فترة ثمل تيغو فاضطرت سيالينا إلى إعادته إلى الكوخ ووضعه في الفراش. في تلك اللحظة وفي غياب عين المشتري الساهرة خاطرت بفتح خزانة مغلقة وبدأت في البحث في الصناديق والحقائب المختلفة. أدركت سيالينا كمية المال والذهب التي يمتلكها تيغو. وجدت بين ممتلكاته قلادة ذهبية تذكرها بوالدتها فقررت الاحتفاظ بها. في مشهد من الماضي نرى كيف أجبر بيرونغ والدة سيالينا على البقاء في المنزل الذي عاشوا فيه وكيف ضربها بإزدراء. سقطت المرأة في حالة اكتئاب وبعد فترة انتحرت تاركة سيالينا المسكينة في حالة صدمة. أزعجت الذكريات سيالينا فقررت أن تهدأ بالاستحمام. بعد ذلك خرجت ملفوفة بمنشفة لتتحدث إلى دومينغ. طلبت منه أن يروي لها قصته واعترف الشاب بأن والدته باعته فاضطر للعيش مع تيغو الذي أساء معاملته وأساء معاملته. سئم من سوء المعاملة فغامر بالخروج إلى الشوارع لينجو لكن تيغو وجده مع رجال آخرين ونتيجة لذلك عقب على هروبه. لم يكتفوا بضربه بل حرقوا عينيه أيضا بعلامة ماشية مما أدى إلى إتلافهما بشكل دائم. بعد سماع القصة كاملة تأثرت سيالينا بشدة لدرجة أنها احتضنته. وجد دومينغ أنه من الغريب أن يلمس جسد امرأة فخجل من ذلك فدفعها بعيدا. ردا على ذلك سعت سيالينا إلى مساعدة دومينغ التعيس في أول لقاء ممتع له مع امرأة فلمسته. عند الفجر كان تيغو لا يزال نائما فذهبت سيالينا إلى النهر لغسل الملابس. وعند عودتها إلى الكوخ وجدت تيغو يضرب دومينغ ويصرخ عليه ظنا منه أنه سرق قطعة مجوهرات. حافظت سيالينا على هدوئها وأخذت سكينا من المطبخ واقترحت على تيغو أن يستقر مع دومينغ. كان المشهد مفاجئا وغير متوقع بالنسبة لتيغو لدرجة أنه توقف قاطع عن الضرب وغادر. في ذه الأثناء بقيت سيالينا لتسأله مهددا عن مكان المجوهرات. وبسبب ما حدث قضى دومينغ الليل يبكي وينوي الانتحار. ومع ذلك سمع خطوات خلفه. على الرغم من أنه لا يعرف من هو الشخص إلا أنه اتضح أنه جندي ياباني مصاب بجروح بالغة على وشك إنهاء حياته بسيف كاتانا. لحسن الحظ قتلت سيالينا الدخيل بسطور. ثم اقتربت من الشاب لتسأله عما يفعله فأجاب أنه لا يريد أن يعيش بعد الآن. تشعر سيالينا بالشفقة عليه فتقبله. شيء يؤدي إلى آخر وينتهي بهم الأمر بإنشاء تيك توك. في صباح اليوم التالي أخبر تيغو عن الجندي لذا أمر بحرق الجثة في الغابة. في ذلك الصباح أخبر الرجل سيالينا أنه يغادر المدينة لحضور اجتماع وسألها عما إذا كانت تريد مرافقته. أجابت أنها ترغب في الراحة لبعض الوقت. وثق بها وافق تيغو على السماح لها بالبقاء في الكوخ مع دومينغ دون علمه. بمجرد أن أصبحا بمفردهما حزمت سيالينا حقائبها وحقائب دومينغ. مع حلول الليل عاد تيغو إلى المدينة ولكن قبل الذهاب إلى المنزل قرر تناول بعض المشروبات مع فيرون. شرب الاثنان حتى حلول الليل تاركين تيغو ثملا لدرجة أنه لا يستطيع تحمله. لهذا السبب عرض فيرون عليه مرافقته إلى المنزل. في الطريق ترك فيرون تيغو الذي بدأ يضحك. فجأة سأله فيرون عما إذا كان قد أعجبه رائحة سيالينا وجسمها. بابتسامة أجاب الرجل بالإيجاب فنظر إليه فيرون واعترف بغضب أن سيالينا ليست ابنته لأنها عقيمة. ثم كشفت أن تيغو تحرش بزوجته الراحلة وهددها وأساء معاملتها في يوم من الأيام. وبعد فترة وجيزة حملت. خطط فيرون للانتقام من تيغو الذي صدم عندما علم أن سيالينا هي في الواقع ابنته البيولوجية. قبل أن يغادر لكمه فيرون وبصق عليه وهو يضحك. بدأ تيغو يستعيد رباطة جأشه بعد الاكتشاف الصادم واستمر في العودة إلى الكوخ. عند وصوله التقى بسيالينا ودومين في لحظة خاصة. امتلأ بالسخط وركض ليصرخ في دومين بأنه خائن.
استشاطت سيالين غضبا وأمسكت بسطور وطعنت تيغو وهو يصرخ. أظهر تيغو تعبيرا عن الألم، سواء للجرح أو لخيانة الفتاة التي لطالما تنصلت منه سررا. بمجرد وفاة تيغو غادر الشابان الكوخ. قبل مغادرتها أشعلت سيالين النار في المنزل لإخفاء أثر تيغو. أحيانا لشفاء الماضي يجب حرقه مع أشباحه. عند الفجر تقاسمت سيالين المال والذهب وأعطت جزءا منه لدومين. بعد أن أعطته الأغراض أخبرته بحزن أن عليهما أن يسلك طريقيهما المنفصلين مختلفة. على الرغم من أن الصبي لا يريد ذلك، إلا أنها تتركه وشأنه لتمضي قدما في حياتها وتنسى الكابوس الذي عاشت. ييأس دومين ويحاول اللحاق بها، لكنه يسلك الطريق الخطأ. يقوده هذا الطريق إلى مجموعة من سكان البلدة الذين يخلون منازلهم بسبب وصول القوات اليابانية الوشيك. ولأنه لا يملك شيئا آخر يفعله، يختار دومين مواصلة حياته مع تلك المجموعة، مستمتعا بالحرية التي حرم منها منذ صغره. انقر على فيديو آخر أو سيعود تيغو إلى الحياة ليلعق وجهك.